انزلي عليها بالطشة واتفرجي على الجمال. حاجة كده في منتهى الطعامة واللذاذة، طعمه حلو جدا وسهل وحاجة حلوة خفيفة. ودي الترند الجديد بس بطريقة مختلفة، أحلى وألذ من السينابون وأحلى وألذ من الجلاش اللي بيعملوه بالطشة. تعالي بقى نشوف مع بعض هنعمله ازاي ويطلع معانا كده القطعة بقطعتها وطعمها جميل جدا. لو أول مرة بتشوفيني، أنا اسمي أمنية ودي قناتي، وأتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. أول حاجة هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وهنجيب كوبايتين من الحليب وهننزل عليهم ب3 معالق من السكر، وهننزل عليهم بباكت واحد من الكريم كراميل. معلش الكاميرا هنا ما كانتش مظبوطة. باكت واحد، عايزة تزودي الكمية زودي، بس أنا هنا مستخدمة حوالي 400 جرام من الجلاش وهي كانت الكمية مناسبة جدا. وضفت عليهم كمان معلقتين كبار من النشا، أو تقدري تضيفي عليها اسمه ايه التاني ده؟ الكاستر يا ستي، عشان ما تزعليش، يا اما نشا يا اما كاستر. وهنجيب بقى الجلاش. انا هنا كنت مخليه حوالي 4 ورقات مع بعض، وهبدا ارصهم واقولك هنعمل فيهم ايه. هنا بقى جبت بوله ونزلت فيها بمعلقه واحده من القرفه ومعلقه واحده من الكاكاو الخام، وكمان عليهم معلقه ونص من السكر، عفوا. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه زي ما حضرتك شايفة ونركنه على جنب. هبدأ بقى أقسم الجلاش بتاعي على رولات رفيعة. أنا مش عايزاه تبقى رولات تخينة، لأنها لما بتعمليها رولات تخينة ما عجبتنيش في الحقيقة. لما لقيت الترند نزل وجربته وعملته زي ما هو رول كده وقطعته ما عجبنيش، فقررت ان انا اعمله رولات صغننه ورفيعه. كان طعمها احلى كتير وما كانتش مكتومه خالص، بالعكس كان طعمها في منتهى الجمال. هتجيبي حوالي 4 ورقات وتدهني الورقه اللي في النص بس، وتنزلي عليها بمعلقه كده مترشرشيها بالراحه من الكاكاو والقرفه والسكر. ده للناس اللي هم محبين القرفه. لو مش عايزه تعمليه بالقرفه يبقى تلفيه من غير اي حاجه خالص. هنبدا بقى نعمل الرول بتاعنا كده ونقطعه. حاولي تقطعيه قطع متساويه علشان يطلع معاكي في التسويه مظبوط. هنا انا عملت الرولات اللي بالقرفه، عملت حوالي رولين بس، والرولين التانيين عملتهم ساده. كل رول كان حوالي 4 ورقات من الجلاش. هنجيب بقى بقية المادة الدهنية سواء زبدة أو سمنة، اوعي تحطي زيت عشان ما تبوظيش طعمه، وممكن تحطي زبدة على زيت أو سمنة على زيت. وبعدين هتبدأي تدهني كده حاجة بسيطة خالص من على الوش بالفرشة، وهتدخليه الفرن. هياخد معاكي حوالي تلت ساعة. وطبعا يفضل ان انت تعملي بايه، في اي حاجه الومنيوم، لان التسويه بتكون افضل بكتير من اي حاجه طاجن فخار او طاجن بايركس ولا حاجه. وبعدين بتنزلي بقى بالطشه الجميله اللي احنا عملناها. لازم ده يكون سخن وده كمان يكون سخن. ما ينفعش الطشه اللي احنا عملناها اللي هي كريم كراميل يبقى بارد، لانه لو برد هيتكتل ومش هيكون كويس معاكي. لازم يكون سخن. وهناخد الكيس بقى بتاع الكريم كراميل وننزل بيه كده نزين على الوش، وابدأي كلي وسمي الله. حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك في منتهى الجمال. كليها وجربيها واعمليها بطريقتي مش بالطريقة المعتادة. الطريقة المعتادة هيطلع منك الرول تخين قوي وهيكون مش هش ومقرمش زي ما انت شايفة. لا، الرول كل ما يكون رفيع كل ما يديكي قرمشة ويديكي طعم احلى. هيبقى من فوق كريسبي ومقرمش، ومن تحت شارب من الصوص اللي احنا عملناه، ومتماسك وطري، وحاجة كده فاخر من الاخر. جربيه وان شاء الله هيعجبك. ما تنسيش بقى تصلي على رسول الله. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك، وعلى قد ما تقدري اعملي شير، علشان لو عجبتك الوصفة يمكن تعجب غيرك. وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم سالمين. سلام عليكم.